ضمن استطلاعات الرأي للسياح في هنا مجموعة تعرف عليكم من وين؟ اليمن. ما شاء الله مش باين عليك. والأخ من اليمن. أهلا وسهلا باليمن. والله رفعت رؤوسنا الحوثيين في البحر الأحمر وهجمات البحر الأحمر بالكل بقى يفخر لأنه كم سفن تفجر. أنا أهنيكم يا سلام. رفعت رؤوسنا والله نحب رؤوسكم. بلا كوب وكب لك كب ما شاء الله. صاروخ بالقب ضربوهم والحول الإسرائيلي بيهرب من كب لكب. أيضا في كذا تستافي ده كريشتافي. ايضا في اشياء وصواريخ ما نعرفهاش من هبد كريشتافي. هذا خواشه ما تشتري. الخواشه يعني ما شاء الله. شوف الغواصه ما لها الا الخواشه والمخواشه. اهلا وسهلا. نورتم مصر ام الدنيا. تمام ايه تمام. ايه رايكم بالاهرامات؟ احنا جينا نعالج الوالد مريض فيها القلب. الله يعطيك الصحه والعافيه. حصل ايه؟ جرى ايه؟ انا ما جيت افعل صحتك يا والد. اهدى اهدى انت. انا هادئ. حتى انا ما جيت افعال في مصر. جيت اربع عيونك الحالية. جيت اتعالج من قهر الحوثي. الحوثي؟ ايه هذا اللي بتغني له. الحوثي اللي بيضرب اسرائيل. ايه هذا اللي ضربنا بالصواريخ ودمر بيوتنا وفجر جوامعنا وشل مرتباتنا. لا خدمات لا صحة لا شيء. قلوبنا تفجرات. قد احنا عن موت. معك عاد. انت عقلك. يا بهدأ. حصل ايه؟ الحوثي. حصل ايه؟ يا أخي العزيز القصة طويلة. هذا واحد من ملايين اليمنيين الذي هجرهم الحوثي. هذا الذي أنت تتغنى به. الحوثي نفسه اللي بيضرب نعم. أنت وكثير من أخواننا العرب لا يعرفون حقيقة الحوثي. الحوثي هذا فجر بيوتنا ونهب حقنا وقتل أطفالنا. طيب أنت قريبهم أو إيه يعني؟ مشاهدي الكرام فرصة كبيرة أن نتعرف على الحوثي أكبر لأن إحنا بعيدين عن الحدث. اسمك إيه؟ أنا اسمي صفوان من اليمن وأنا لي هنا كثير في مصر وكنت بأمشيهم هنا. والله أنا روسينا والله. الله يحفظك. مش أنت بس، كثير من العرب أول ما يشوفوا اليمن الحوثي ما همش عارفين حقيقة الحوثي ولا هم عارفين إيش اليمني يعاني من الحوثي هذا. يعني تقول لي إنه كذب أو إيه؟ لا مش كذب. الحوثي يناصر القضية الفلسطينية لأجل مصالحه هو. والله ما همه القضية الفلسطينية ولا شيء. الحوثي لو كان همه القضية الفلسطينية كان أقل شيء فتح الحصار الذي حاصر اليمنيين في مدينة تعز. هل تعرف يا عزيزي أن في عندنا منطقة أو مدينة اسمها تعز أكبر من غزة؟ الحوثي هذا محاصر لها منذ 8 سنوات. المحاصرين اللي حاصرهم الحوثي في تعز هم يهود؟ يمنيين مسلمين نعم. محاصرين مثلهم مثل غزة. الحوثي نفسه. طيب معقول هذا الكلام؟ أنت باين عليك ما شاء الله مثقف، شاب مثقف. هل الحشود اللي تخرج بالسبعين بالملايين كل يوم الجماهير كذابين؟ يا عزيزي الجماهير التي تخرج في اليمن هي تخرج مناصرة القضية الفلسطينية وليسوا أتباع للحوثي. يعني أنت أردت بكلامك نفس الشعب اليمني على جنب والحوثي؟ بالضبط. لازم أن تفصلوا الشعب اليمني على جنب والحوثي على جنب. هل تعرف يا عزيزي أن هذا المكان الأثري لو كان موجود عندنا في اليمن أن الحوثيين قد هدموه وعملوا مكانه حمامات عامة؟ الله يعزك. لا نعم لقد هدموا كل شيء يتعلق بتاريخ اليمن وهوية اليمن. طيب ليه؟ يشعر بالنقص أمام اليمن وحضارة اليمن الضاربة في جذور التاريخ. هو يمني ولا إيه؟ لا هو مش يمني للأسف. هو جاي من سلالة يدعي أنه من سلالة النبي وأنه يريد أن نأتي له بالخمس والولاية. حاجة يعني مشروع كبير جدا. كله ترويج وتلميع لي. كله ترويج وتلميع وضرب الأمريكان والبريطانيين والتحالف الأخير. يا عزيزي هذه كلها مهزلة. الحوثي فقط هو مجرد أداة صنعته أمريكا وإسرائيل لابتزاز الخليج وسياسيا ومقاضاة أخرى يعني إيران نفسها صنعتها الغرب من زمان. بالضبط. وأنا أقول متضررة قناة السويس ليه؟ اقتصادنا متضرر ليه؟ إحنا كلنا همنا غزة وفلسطين، لكن دول ما نصروش فلسطين، ضروا بالعرب والمسلمين وأولهم اليمنيين فعلا. وهذاك الولد اللي قال لي ينهر أسود وملون. ينهر أسود وملون. هذاك الولد قالها من فرحة. لماذا؟ لأنها نجاة من بطش الحوثي. أنا أوجه رسالة عبر برنامجك هذا، أنت توجه للعرب كامل وتوصل للناس من هم الحوثيين وما حقيقتهم
وماذا عملوا بالشعب اليمني. واجب كل من شاف المقطع ده ما يوقفش عنده أبدا، نشر وشير وينتشر لكل عربي ومسلم نعرف حقيقة الحسين إيه. أنا مثل ملايين العرب اللي شافوا الحوثي وتفاعلوا وتفاجئوا ونادوا، حتى كنا نغني حق ما لها يد خالها. لكن الآن عرفنا حقيقة الحوثي، نصر الله الشعب اليمني والشعب الفلسطيني، وخذل الله الحوثي وحدة إيران. أيوة، أبو عبيدة بنفسه شكرهم. أبو عبيدة بنفسه مثلك ومثل أي عربي لا يعرف الحقيقة. الحوثي عجز عن دفع مرتبات اليمنيين منذ 9 سنوات. الحوثي يقتل اليمنيين، لذلك جاءت القضية الفلسطينية فاستغلها لتلميع صورته أمام العرب وأمام الرأي العام، مثل ما كان يخرج الحشود باسم المولد والرسول. بالضبط. عرفناك يا نذل النذول.